وصفة النهاردة لذيذة وبسيطة. حلة على النار، هنزل بمعلقة سمنة، وأول ما تسخن كويس هنزل بقطع اللحمة من غير تقليب. أول ما تتحمر كويس من تحت وتاخد لسعة بسيطة هقلبها على الوش التاني، وأول ما تتحمر كويس من كل الجوانب هنزل بشوية بطاطس يتشوحوا مع اللحمة وياخدوا من طعمها. في الوقت ده هجيب بلح ناشف اللي بنجيبه في رمضان، في مصر بنسميه بلح خشابي. هكسره واشيل النوى واشوحه مع اللحمة والبطاطس يديهم نكهة وكرملة لذيذة، عشان مش هحط لا بصل ولا توم ولا اي توابل غير الملح. نقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد ما ياخدوا لون ذهبي وحلو. اللحمه ريحتها تجنن من غير اي توابل. اللحمه لو ريحتها مش حلوه ما تشتروش من الراجل ده تاني، اللحمه مش مفروض تكون ريحتها زفره ابدا. اول ما تاخد لون ذهبي حلو هضيف الملح وحسب الرغبه. بعد كده هنزل بميه مغليه، بعد كده هغطي الحله واوطي النار واسيبها تستوي براحتها. وبعد ما استوت البطاطس بقت دايبه واللحمه استوت خالص والبلح اداها نكهه مكرمله ومش مسكره. نغرفها مع شويه رز ابيض وبس كده. يا رب تكون الوصفه خفيفه على قلبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.